أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الجدي. مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء الفرحة والسعادة والوفرة. أهلا بيك مرة ثانية يا برج الجدي. النهاردة هنتكلم عن قراءة عاطفية ومهنية وصحية، وكمان هنتكلم عن المال وهنتكلم عن باب العلاقات. أهلا بيك مرة ثانية يا برج الجدي. القراءة دي قراءة عامة تنفع للرجال والسيدات وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الجدي كمان للقراءات الخاصة بنعمل انتساب أو انضمام للقناة عن طريق الزر الأزرق الموجود بجوار زر الاشتراك، أو نفعل ميزة شكرا أسفل الفيديو لدعم المحادثات المباشرة. كمان برج الجدي أحب أفكرك بقناة الكبسولة، وهسيب لك اللينك بتاعها في أول تعليق أسفل الفيديو. ودي قناة متخصصة في تلخيص الكتب العالمية سواء العاطفية أو كتب عن المال واستراتيجية المال وكيف تبني نفسك، وكمان عن كتب الكاريزما. فهي قناة جميلة للدكتورة هبة، يا ريت نشترك فيها يا برج الجدي. برج الجدي عوض ربنا كنز كبير، عوض ربنا كنز كبير عليك يا برج الجدي. النهاردة هنتكلم يا برج الجدي عن قراءة طاقة مفتوحة هتبدأ إن شاء الله من غدا يوم 26 حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2024. عوض ربنا كبير يا برج الجدي. فالفترة دي أنت بالفعل هيكون في عندك مال يأتيك بوفرة، ورزقك أمامك، وكمان العناية الإلهية هتحرسك من كل شر ومشاكل ومتاعب وصعاب. حتى الصعاب يا برج الجدي سوف تتغلب عليها، لأنك بالفعل الفترة اللي جاية دي هيكون بإمكانك الاهتمام بمشاكلك الخاصة، وهتعرف إزاي تخرج من المتاهات وهتخرج من الشكوك سواء اتجاه أقربائك أو أحبائك أو الآخرين. وبالفعل هيكون عندك نجاح ليس له مثيل، لأن بالفعل بتمتلك في هذه الأيام قوة الجذب العام أكثر من أي وقت مضى. فهتلاحظ إن بيتهاتف عليك المال، بيتهاتف عليك الأصدقاء، بيكون عندك حظوظ كبرى في العمل، في حظوظ كبرى في علاقتك العاطفية أيضا. فهيكون عندك بالفعل الأمور ستسير على ما يرام. كمان هيكون في عندك علاقات مهنية مفيدة وتعاون مثمر، وفي أعمال كثيرة هتكون موفق فيها يا برج الجدي، لأن النجاح والتألق بالفعل هيكونوا من نصيبك. حتى حياتك العاطفية هتكون في طريق للانفراج، لأن في أشخاص جدد في حياتك هيدخلوا. كمان أنت بالفعل هتكون حريص جدا على الاحتفاظ بعلاقاتك المهنية والاجتماعية. ده هيخليها يا برج الجدي هتكون ناجحة. كمان عوض ربنا كبير عليك يا برج الجدي، وعوض ربنا كنز كبير. هتلاحظ ان ابواب خير وابواب سعد سوف تفتح ليك، ابواب خير وابواب سعد ستفتح ليك. بس قول يا رب يا برج الجدي. خد القراءة دي قراءة تبشيرية، قراءة طاقة إيجابية، قراءة طاقة تخليك يا برج الجدي تكون فرحان وسعيد وتستقبل النعم. خدها كطاقة إيجابية ليك يا برج الجدي، وابتعد عن الطاقة السلبية، لأن طبعا لا يعلم الغيب إلا الله وحده. فلكن أنت حاول دايما تستفيد من الطاقات الإيجابية دي في إنك أنت تتغير من الداخل وتغير طريقة تفكيرك، لأن طريقة تفكيرك بتحدد مصيرك. خلي بالك يا برج الجدي. برج الجدي بالفعل هيكون عندك مسؤوليات وبعض العراقيل، ولكن هتتغلب عليها. وهتلاحظ يا برج الجدي ان عندك حياتك الخاصة ستسبح في الهدوء النفسي والسعادة، لان عندك نجاح اجتماعي كمان ملحوظ الفترة القادمة. كمان برج الجدي خلي بالك في عندك تحسن ملموس هيطرأ على كل امورك سواء عاطفية او مهنية. كمان انت بالفعل هتكون عندك قرارات حاسمة في حياتك الخاصة. في بالفعل هدية قيمة تصلك بمناسبة فرح أو نجاح. في مبلغ من المال أيضا قادم إليك عن طريق حوالة أو عن طريق
شيء حد هيبعته لك يا برج الجدي، أو قرض أنت كنت مقدم عليه، فهيكون عندك مبلغ من المال كبير يا برج الجدي. سوف تستطيع التغلب على أي أزمة مالية يا برج الجدي، لأن بالفعل عندك أمل جديد في حياتك، وكمان عندك بالفعل سفر مفاجئ بيتيح لك الفرصة لتحقيق أمالك في العمل في استقلال شخصيتك. وكمان هيكون عندك مناسبات وأوقات سعيدة الفترة اللي جاية دي، وهيكون عندك ارتياح كبير في الأجواء العائلية بيؤهلك إنك تقوم بأعمال جديدة. برج الجدي، لا تعامل شريكك أو من يعيش معك بغضب، لأن ذلك التصرف لا يدل على الحب والعاطفة، وقد تزيد ردة الفعل عليك. خلي بالك كمان يا برج الجدي في أصدقاء سيئو النية تجاهك، فكن على حذر منهم، وحاول إنك تاخد قراراتك بالبعد، أو لا تتعجل الأمور إلا بعد تأني ومعرفة من بيكن ليك الشر، فابعد عنه يا برج الجدي، أو اعمل له بلوك، أو لا تحكي أسرارك أمامه. بالفعل برج الجدي ستتحسن أمورك بشكل عابر خلال الفترة دي، فلا تتعجل الأمور، بل ثق بالله وثق بقدراتك الذاتية، وستعرف أنك ستصل إلى النجاح المرتقب بكل ثبات. في عندك كمان يا برج الجدي مشروع تجاري قديم بيظهر أمامك فجأة، فيه هيكون لي نجاح، وهيكون لي كمان ارتياح كبير مع الأصدقاء في العمل، وكمان خلي بالك هيكون في نجاح بالفعل عندك مهنيا، وممكن المشروع ده ياخد شهرة ويشتهر يا برج الجدي، فلا تتعجل بإغلاقه أو إنك أنت تبطل تشتغل فيه. برج الجدي كمان اضبط نفسك، وخلي بالك من مصروفاتك، اطرح مشاكلك خلف ظهرك، وخلي بالك دايما انظر إلى الحياة بنظرة تفاؤلية. أنا مش هطول عليك يا برج الجدي، ولكن إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.